صباح الخير او مساء الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ويلكم باك تو ماي channel. انا اسراء، ولو مش عارفيني او اول مره تشوفوني فانا بحب اتكلم في كل المواضيع الخاصه بتطوير الذات وان انت تكوني اقوى واكتر نسخه جذابه منك. فلو انت مهتمه بالموضوع ده اعملي سبسكرايب علشان هتستفيدي بالقناه هنا جدا. النهارده جايه اتكلم في موضوع ما حدش اتكلم فيه كتير، وهو موضوع ممتع بصراحه. وانا شخصيا لما عرفت افهم حته زياده كده في شخصيتي ما كنتش عارفه اوصل لها. موضوع النهارده هو الشخصيات الانثويه ال7. ولو ما تعرفيش في 7 شخصيات انثويه مختلفه. واللي حط الشخصيات دي هو عالم علم النفس كارل يونغ، حبيبنا طبعا في القناه هنا. كارل يونغ اتكلم على ان في 7 انواع او 7 انماط، خلينا نقول، من الشخصيات الانثويه. وال7 انماط دول بيجسدوا معظم او يعني تقريبا كل الستات على وجه هذه الكرة الأرضية بيتصنفوا داخل هذه ال7 شخصيات. فالنهاردة أنا هقولك 3 منهم والباقي هنكمله إن شاء الله في بارت 2 علشان ما طولش عليك. مبدئيا كده انا عايزه اقولك انه الاركتايب بتاعك او النمط الشخصيه بتاعك بيتحدد حسب ثقافتك، وبيتحدد كمان حسب البيئه والعصر اللي انت فيه. يعني مثلا في عصر الخمسينات زمان كان شائع قوي في نمط الليدي او اللي هو نمط المذر. كمان عامل تاني بيأثر قوي في النوع شخصيتك هو مامتك، والنمط بتاعها هي شخصيا. يعني هي مامتك لو فيها نمط معين هتزرع فيك النمط ده، فبيئتك ومامتك والعصر اللي انت فيه حاليا بيأثر على نمطك. واقدر اقول ان في العصر الحالي اللي احنا فيه دلوقتي ممكن يبقى شائع قوي نمط الهانترس او اللي هي الجول اورينتد جيرل، او الست اللي بيحركها في الحياه اهداف بقى وطموح وشغل وكده، اللي هم الفيمينيستات يعني. فاعتقد ان اليومين دول هو ده النمط الشائع. الخبر الحلو بقى ان انت تقدري تغيري النمط بتاعك للنمط اللي انت عايزاه. طب ليه مهم ان انت تعرفي النمط بتاعك او تعرفي نوع شخصيتك؟ الانماط الانثويه بتلعب دور كبير قوي في انوثتك، يعني في تعبيرك عن انوثتك. الانماط ال7 دول هم بمنظور اخر هم تعبير عن الانوثه المقدسه. انوثتك بتعبري عنها ازاي؟ الانوثه ليها اشكال كتير، والاغراء كمان ليه اشكال كتير. فانت لما تعرفي ال7 انواع دول وتعرفي انت مركزه في انهي نمط اكتر او شخصيتك متركزه في انهي نمط اكتر، هتعرفي توازني ما بين الباقي. لان انت اكشلي شخصيتك ما بتكونش نوع واحد او 2، هم بيكونوا ميكس من كله تقريبا. لكن في 3 أو 4 انماط بيكونوا غالبين على شخصيتك. فببساطه لو انت مش عاجبك النمط اللي انت فيه دلوقتي وحاسه انك عايزه تنتقلي لمرحله تانية او لنمط تاني مختلف، تقدري بسهوله تعملي ده من خلال الفيديو بتاع النهارده، فتابعيني ليه. واول نوع معانا هو اللافر. وعلشان تفهموا اللافر تخيلوا معايا كده مارلين مونرو، دي تجسيد حي على نوع او الاركتايب بتاع اللافر ده. الالهه اللي مستمده منها الصفات دي، الالهه الاسطوريه طبعا اللي مستمده منها الصفات دي، هي افروديت، الهه الجمال. اللافر دي بتبقى ست انثويه قوي، انثويه بالمعنى اللي هو المعروف. بتكون حاضره في كل حاجه بتعملها، بتكون شغوفه كده ومستمتعه بكل تفصيله بتعملها، حسيه، سنشوال، بتحس، مشغله حواسها، بطيئه في حركتها او على مهلها، بتتحرك على مهلها مش بسرعه، معبره، اكسبريسيف، بتعرف تعبر كويس قوي، بتعرف تتكلم كويس قوي، بتحب الحاجات بسرعه وبتزهق منها كمان بسرعه. يعني هي ممكن تحب شخص في ثواني بس بعد فتره تكتشف ان هو لا، ما فيهوش كل الصفات اللي هي عايزاها، فتسيبه وتدور على حد تاني تبتدي معاه قصه جديده وتعيش معاه الشغف ده من الاول. ودي حاجه عيب في النمط ده. الست دي مثيرة للغرائز حتى لو هي مش قصدها، وده حرفيا مارلين مونرو. المحرك الأساسي بتاعها في الحياة هو المتعة والاستمتاع. الست دي بتبقى ماشية في الحياة بتدور على متعتها، فين المتعة وأروح وراها. بتحب تستمتع بكل حاجة في الحياة وبتدور دايما عن الحب. كاريزماتيك وبتلفت بالحسية بتاعتها والشغف بتاعها دول، بتلفت نظر الناس كلها، رجالة وستات على حد سواء. المشكله بقى اللي بتواجه عندهم النمط ده من الشخصيه ان هي زي ما قلت سعيها دائم للمتعه. يعني هي اساسها في حياتها المتعه. ممكن تاخد قرارات متسرعه وخاطئه بسبب ان هي كانت بتجري ورا متعتها لفتره لحظيه، تكتشف بعد كده انه القرار ده ما كانش انسب حاجه، وانه الحاجه المتعه اللي هي دورت عليها دي راحت. يعني هقول لكم مثال. عارفين الستات اللي هم ممكن يروحوا يدفعوا مرتبهم كله في ميك اب وشنط ولبس وبعد كده يجوا اخر الشهر يقعدوا يعيطوا ويندموا؟ هي الست دي بالظبط دي تايب اللافر. هي مش بتفكر في عواقب افعالها، ده بيخليها تاخد دروس قاسية في الحياة للأسف. كمان اعتمادها الكامل على الشغف والمتعة ممكن يخليها تتخلى عن علاقات وناس
وشغل كمان لمجرد ان هي بس فقدت الشغف شويه. يعني هي دايما بتدور على الشراره، السبارك كده، دايما عايزه الدنيا، العواطف مشعلله، الشغل فيه شغف، الحياه فيها مش عارفه ايه. لو ما لقيتش كده بتسيب الحاجه وبتمشي بسرعه، وده طبعا تسرع وحاجه مش صح. لو انت عايزه تجسدي النمط ده من الشخصيه اكتر، تعملي ايه؟ خليكي ابطأ، اتحركي بشكل ابطأ، اتكلمي بشكل ابطأ، حسي بكل حاجه بتعمليها، حسي باللحظه اللي انت فيها وتواجدك في اللحظه، وشغلي حواسك واستمتعي بكل تفصيله بتعمليها. خليكي هاديه، خليكي رزينه، خليكي راكزه كده، اتواصلي اكتر مع جسمك وحسي بيه، ودي نقطه مهمه جدا. الست دي سنشوال جدا، سنشوال بدرجه عاليه، فانت لازم تبقي متواصله مع جسمك. ما ينفعش يعني في ستات من كتر ما هم ديسكونكتد ممكن تبقى في جزء بيوجعهم في جسمهم وهم مش واخدين بالهم اصلا يعني. فالسنشواليتي والتواصل مع الجسم دول حاجتين مرتبطين جدا ببعض. اسمحي لنفسك تمارسي الشغف بتاعك وتستمتعي بيه وتجري وراه شويه ها، ما تخليوش هو الهدف بتاع حياتك، علشان زي ما قلنا ما تقعيش في الغلطه دي، ما تقعيش في غلطه فقدان الشغف والتسرع في القرارات. البسي لبس فيمينين اكتر. الست دي زي ما قلنا هي التمثيل الكلاسيكال للست الانثويه، فهي لبسها فيمينين، حركتها فيمينين بقى بالمعنى الكلاسيكال التقليدي. فالبسي لبس فيمينين اكتر، البسي دريسز، البسي، حطي ميك اب، حطي لبستيك احمر، نيل بولش احمر. الحاجات دي بتعزز جواكي في اللاوعي الحته الانثويه المعروفه التقليديه دي. اسمحي لنفسك والمشاعرك ان هي تطلع على السطح، وخليكي اكسبريسيف ومعبره. لما تحسي بحاجه قولي انا حاسه بكذا، انا متضايقه من كذا، انا مبسوطه بكذا. اسمحي لنفسك انك تعبري عن المشاعر دي، وما تخافيش من ان انت تلفتي النظر. لو دخلتي مكان ما تبقيش عايزه تستخبي وتداري او مكسوفه، لا، اسمحي للست والانثى دي تخرج وتلفت النظر. يعني حسي ان انت جذابه واستمتعي بجاذبيتك، استمتعي بجاذبيتك، ما تتكسفيش منها. ابعدي عن الحياه العمليه شويه واتجهي اكتر للعب والمتعه. دخلي عنصر اللعب في حياتك، اعملي العاب بسيطه، العبي مع اولادك، بصي خليكي يعني عايشه الحياه فور فن. هي دي الروح بتاعه الست اللافر. وقبل ما ندخل على التايب الثاني، حابه اقول لكم ان كل التجسيدات، لو انت عايزه تجسدي اي شخصيه من الشخصيات دول، هتلاقي اللبس والاوتفيتس بتاعتها موجوده على ستور ذا دارك فيم. فلو انت حابه وناويه مثلا تدخلي لنوع معين من اللي هقولهم النهارده، تلاقي كل الادوات متاحه ان شاء الله على ذا دارك فيم، تقدري تنسقي اللوك اللي يناسبك واللي يتماشى مع الشخصيه الجديده اللي انت عايزاها. ولينك الستور هسيبه لكم تحت في الديسكربشن بوكس، ادخلوا واعملوا فولو وشوفوا الموضوع. وتاني تايب في انماط الشخصيه الانثويه هو تايب الميدن او الانوسنت، ومن اسمها كده واضح اكيد انتوا فهمتوا هي عامله ازاي. تجسيد قوي على الميدن دي هي برضو مارلين مونرو. مارلين مونرو كان عندها النوعين دول او التايبين دول هما المور بريدومينانت في شخصيتها، اللي هو اللافر والانوسنت، تمام. فكانت عامله ميكس كده ما بين الست اللي هي الليدي الانثويه جدا الخطيره، وما بين البنت البريئه الفلافي كده الساذجه شويه، نظرات عينيها بريئه وحركاتها ولعب وتنطيط وحركه. بالنسبه للجارس الاسطوريه اللي مستمده منها الشخصيه دي او اللي مستمده منها صفات الشخصيه دي هي الجارس بيرسيفاني. كمان مثال على النوع ده من الانماط هو الاميره ديانا. ديانا كانت بتمثل جزء برضو، كان عندها النصين بصراحه، الجزئين، يعني عندها الميدن والحته كمان اللافر. نقدر كده نقول بشكل موجز يعني ان الميدن دي هي التجسيد للست اللايت فيمينين او للطاقه اللايت فيمينين، تمام. كل الانماط دي يا جماعه جواها تجسيد من حته كده من طاقه الانوثه، واقدر اصنف شويه منها ناحيه اللايت وشويه منها ناحيه الدارك. يعني مثلا اللافر دي ناحيه الدارك فيمينينيتي، الميدن دي ناحيه اللايت فيمينينيتي، وهكذا، تمام. فكلهم انت محتاجاهم كلهم في حياتك بنسب ما علشان تجسدي كل انوثتك الكامله. وده هدف الفيديو النهارده، ان انت تشوفي نفسك لو انت مجسده لحاجه واحده او اتنين بس، مش متقبله اي نوع من انواع التانيه، او مش عارفه تدخلي وتجسدي اي نوع من انواع السبعه التانيه، فانت كده عندك شويه عدم توازن. هتشوفي بقى التوازن بتاعك مايل ناحيه اللايت ولا مايل ناحيه الدارك، وتشوفي ازاي توازني الموضوع بالحاجات والطرق اللي انا هقولها لك النهارده. فتاني حاجه، تاني تايب هو الميدن، تمام. الميدن دي فريش، طبيعيه، على طبيعتها، على نيتها، ممكن نقول كمان حيويه، حركتها رشيقه، سريعه، خفيفه. لو هنجسد الميدن دي في شخصيات الستات او في اعمار الستات، فالميدن دي هي الابنه. لو احنا عندنا عيله في المذر وفي البنت، المذر دي تايب تاني لوحده هنقوله. البنت بقى الابنه اللي في العيله دي بتمثلها شخصيه الميدن او الانوسنت.
وغالبا معظم البنات بتبتدي بشخصيه الميدن، لان دي بتبقى شخصياتنا في المراهقه. بنبقى شويه عندنا حيويه، عندنا طاقه، عايزين نجرب، عايزين نروح، شويه ما عندناش خبره، فعندنا شويه سذاجه، شويه تمرد. برضو الميدن عندها حته التمرد دي. الميدن بتحب ان هي تكون تيك كير اوف، يعني ما بتحبش ان هي تقدم الرعايه او النوع ده من الرعايه والاهتمام. هي ما بتعرفش اصلا، هي بتبقى غالبا صغيره في السن، غالبا النمط ده بيكون معانا في السن الصغير. النوع ده من البنات لو هي مكمله فيه وهي كبيره هتلاقيها من نوع الستات اللي هي ايه، تحب حد يكون مسؤول عنها، ما بتعرفش تتحمل اي مسؤوليه، لازم جوزها هو اللي يوديها هو اللي يجيبها، ما بتعرفش تعمل حاجه من غيره، بتغرق في شبر ميه. ده النوع من الستات اللي بيجسد التايب ده. وزي ما قلت في الشخصيه دي جانب من التمرد. لو الشخصيه دي احنا بنجسدها في مرحله صغيره غالبا بنكون عناديين، بنكون عايزين نتمرد بقى على القواعد وعلى المألوف. في مرحله المراهقه بيبقى فيه جانب من التمرد. او لو هي حد كبير زي مثلا اميره ديانا برضو عندها جزء الميدن ده، فظهرت معاها حته التمرد بعد طلاقها. يعني بدات بعد الطلاق تتحول من الانوسنت البيور لحته التمرد، لحته شويه الدارك فيمينينيتي، بقت يعني خرجت شويه من دور الميدن ده بعد الصدمه. وده اللي احنا بنقوله، ان غالبا النوعين اللي احنا بنقولهم اللافر والميدن بيكونوا مش واعيين قوي لقراراتهم، او عندهم شويه سذاجه، يا اما بسبب ان هم بيجروا ورا المتعه زي اللافر، او بسبب عدم الخبره او عدم المسؤوليه وحس المسؤوليه ده في الحياه، فمش بيجربوا، بيخلوا الناس تعمل لهم كل حاجه، فبيكون عندهم شويه نقص خبره وشويه سذاجه. دي الحاجات اللي بتوقع التو تايبس دول في صدمات، دروس قاسيه للاسف، بعدها بيبتدوا يفوق. فالتمرد في البنت المراهقه، التويست بتاع الاميره ديانا بعد طلاقها، وان هي برضو بقى عندها حته بدات تتمرد على القواعد الملكيه، بدات تلبس لبس غير البروتوكول، شويه تخرج عن قواعد الاتيكيت. كل دي حاجات بتدل على لمحة التمرد الموجودة عند البنت الميدن. ولازم زي ما قلت، لازم البنت الميدن دي بتعدي بأزمة أو بفترة بتغيرها تماما وتحولها من بنت بقى لست، تحولها من بنت لست. يعني حتى لو هي ست كبيرة ولسه في التايب بتاع الميدن ده بشكل أساسي، فهي بتكون غير ناضجة وما عندهاش حس المسؤولية تجاه حياتها للأسف. فلازم بتتعلم درس كده قاسي شويه يحولها بقى، يخليها تنضج، تطلع للليفل اللي بعد كده، وتتحول من البنت البريئه الساذجه للست الناضجه المسؤوله. طبعا كل بقيه الصفات بتاعه اللايت فيمينينيتي موجوده عند التايب ده. هي طفوليه شويه، تحسوها طفله مهما كانت كبيره في السن، بتكون روح طفله، فضوليه، عندها حس فضول، عايزه تعرف، عايزه تتعلم، بتسال كتير، متاقلمه مع الوضع، يعني مش بتعترض كتير، هي فلكسبل، مرنه، عندها عقليه الضحيه. دي برضو ممكن يبقى ديفو في التايب ده، ان هي عندها عقليه الضحيه، وانا ما بعرفش، وانا مسكينه، واعملوا لي ودوني وجيبوني. بتعيش في عالم خاص بيها كده، عالم من الوهم والفانتازيا. افتكروا بالظبط، طبقوا الكلام بالظبط علينا واحنا في مرحله المراهقه كده، واحلام البنات، ولما كنا بنشوف فيلم رومانسي واو كنا بنطير معاه في السماء. هي نفس الروح دي، هي دي روح الميدن. احنا قلنا عيوب الشخصيه دي ان هي للاسف بتبقى شويه ساذجه، فممكن تقع في دروس قاسيه تخليها تضطر ان هي تنضج. بلس ان هي كمان مش واقعيه، يعني عايشه في الوهم وفي فانتازيا مع نفسها اكتر. ازاي بقى لو انت عايزه تزودي التايب ده اكتر عندك، لو انت مفتقده العنصر ده في حياتك، اسمحي للطفله الداخليه بتاعتك بالخروج واستكشاف العالم. اتعاملي مع العالم ان هو سربرايز، كل يوم بتكتشفي فيه حاجه جديده. اتعاملي بعقليه الطفله، منتاليتي الطفله. شوفوا الاطفال لما بتشوف اي حاجه جديده بيعملوا ايه، بيندهشوا، واو الله حلو، يقعدوا يجربوا وعندهم فضول. فانتي قوي الحس ده عندك، ارجعي تاني طفله شويه، مفيش مشكله، يعني من آن لاخر كده. كل يوم شوفيه كانه هو مغامره جديده. شوف انتي يعني تسألي كده كل يوم، اصحي من النوم الصبح قولي يا رب هو انا ايه المغامره اللي مستنياني النهارده. اسمحي لنفسك ان انت يتم الاعتناء بيكي، مش لازم تتحملي مسؤوليه كل حاجه، مش لازم تشيلي كل حاجه على كتافك. تعالي في يوم واطلبي من جوزك او من ابنائك ان يعملوا لك حاجه معينه، يودوكي مكان نفسك تروحيه، يجيبوا لك اكل، يودوكي مطعم كان نفسك تروحيه، اي حاجه يعني. خليهم يعتنوا بيكي شويه، وتخلي انت سيبي زمام الامور شويه، سيبي زمام الامور والسيطره. السيطره عكس البنت الميدن خالص. البنت الميدن او الشخصيه دي هي سايبه الامور كده على الله، يعني على الله ثم على الراجل اللي في حياتها.
هو اللي بيعتني بكل حاجه، هو اللي بيعتني بيها هي شخصيا وبيعمل لها كل حاجه. فانت علشان تدخلي شويه للروح دي او توازني طاقتك شويه، فسيبي شويه زمام الامور. مش لازم كل حاجه انت تبقي متحكمه فيها، عادي. لو اولادك بوظوا حاجه او غيروا ترتيب البيت او بهدلوا، مش مشكله، ما تتعصبيش. مش لازم تبقي دايما قاعده كده على اعصابك ومتحكمه في كل كبيره وصغيره. اسمحي لعقلك ولجسمك بالاسترخاء، اعملي مساج، اقعدي كده يوم افردي نفسك على السرير ما تعمليش حاجه. بصي الميدن ما بتعملش حاجه في حاجه، يعني هي كده قاعده كده بس ما بتعملش حاجه. فهي دي البيور، دي قوه الانوثه البيور، يعني ان انت to not do anything. يعني الانوثه بتقعد وبتستقبل بس. طبعا زيادتها بتكون مش لطيفه زي ما قلنا، بس انا متاكده ان هي ناقصه عندنا مش زايده، فزوديها شويه عنها. مارسي هوايات والعاب ومغامرات جديده، العبي مع اطفالك لعبه جديده، شوفي على النت العاب وابتدي جربيها في حياتك. مارسي هوايه كنتي بطلتي تعمليها بقالك كتير، روحي اعملي رياضه، لعبه رياضيه مثلا، اي حاجه فيها منافسه، فيها لعب، فيها شويه فن. وثالث واخر نوع هنتكلم عنه في بارت 1 هو تايب الكوين. بصوا ببساطه، تايب الكوين ده هو الست اللي بيبقى كل طموحها في الحياة ان هي تلاقي راجل تتسند عليه وتدعمه وتشجعه ويبنوا حياتهم سوا مع بعض ويبتدوا من الصفر والجو ده. التايب ده هو النوع ده من الستات. الزواج وشريك الحياة مهم جدا 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 بالنسبة لها، ومش بتكون كده من منطلق ان هي اعتمادية او ان هي محتاجة، مش من منطلق ان هي غير مسؤولة، بالعكس هي مسؤولة جدا جدا. بس هي بتبقى بعقلية الكوين فعلا، هي بتبقى شايفة نفسها مسؤولة وملكة، فعايزة ملك تتسند عليه، عايزة ملك يجي عشان يحكموا المملكة سوا، فاهمين؟ عايزة حد راجل ذو ذكورة عالية تستمد منه قوتها ويساعدها ويسبورت، يعملها سبورت ويزود قوتها زيادة. فهي مش ضعيفة خالص ومش اعتمادية خالص، بالعكس، لكن هي بتفضل كده، ده محركها، ده هدفها في الحياة. هي وفية جدا، مخلصة جدا، والراجل اللي بيبقى في حياتها بتبقى مخلصة ليه لأبعد الحدود. وعايزة أقول لكم حتى كمان لو أخطأ في حقها بتفضل برضو وفية ليه. يعني النوع ده من الستات هو النوع اللي ممكن مثلا تشوف جوزها بيخونها بس علشان ما تهدش مملكتها وبيتها تتغاضى عن الموضوع. فهمتوا النوع ده من الستات عامل ازاي؟ ومش بتعمل كده برضو علشان هي يعني بس عشان شكلها قدام الناس، هي بتعمل كده عشان هي من جواها برضو لويال، هي بتفضل لويال ليه حتى لو أخطأ في حقها. فدي نقطة مش يعني ممكن تبقى نقطة ضعف أو ديفو في الشخصية دي. اللي بيجسد النوع ده من الستات في الجادسز هو الجادس هيرا. وفي الشخصيات الحقيقية على أرض الواقع فالمغنية بيونسي بتجسد قوي شخصية الكوين دي. الست دي بتبقى واثقة جدا من نفسها، بتبقى مسؤولة، بتبقى قوية، وكمان بتدور على شريك حياة يكون بنفس القوة وبنفس الوفاء ليها. بالنسبة للديفوهات بقى زي ما قلنا ان هي ممكن تكون وفية زيادة عن اللزوم، ممكن تبقى غيورة شوية طبعا بما ان هي بتدور، يعني هدف حياتها ان هي تلاقي ملك، فاول ما بتلاقيه ممكن تبقى شوية غيورة عليه، ممكن تبقى شوية متسلطة متحكمة لان هي عايزة تحافظ دايما على مملكتها، ممكن تبقى شوية مصدرة للأحكام أو جادجمنتال على الستات التانية. غالبا أكتر وأوضح ديفو عند البنت دي إن هي ممكن تهمل كل جوانب حياتها التانية علشان بس الجانب ده من الحياة، علشان بس جانب العلاقات وجانب الزواج. يعني برضو النوع ده من البنات هو اللي ممكن مثلا لو عندك مثلا واحدة صاحبتك أول ما اتخطبت خلاص ما شفتوش وشها تاني أو عملت لكم مثلا بلوكات أو شالتكم من عندها على الفيسبوك، وكتبت مثلا على البروفايل بتاعها مملكتي حياتي وجوزي قرة عيني والجو ده. الستات دي النوع الغالب عليها هو نوع الكوين، فدي حاجة مش لطيفة. طبعا كويس ان يبقى فيه لويالتي ووفاء وحب وان انا احط البرايورتي بتاعتي لبيتي وعيلتي والكلام ده، بس ما ينفعش تمسحي الجوانب التانية في مقابل هذا الجانب. كمان ممكن تفضل داعمة ووفية لجوزها حتى لو كان لا يستحق دعمها او غير مسؤول او مش بيديها اللي تستاهله، بتفضل برضو وفية ولويال ليه. كل دي ديفوهات في الشخصية دي. ازاي تحطي نفسك شوية في الشخصية دي لو انت كنت ست عملية اكتر، مهملة شوية الجانب ده من حياتك وعايزة تزوديه في حياتك؟ تعملي الآتي. اول حاجة تعلمي تحطي نفسك في الصورة وتتولي زمام الامور. من اسمها هي كوين، فهي بتبقى ظاهرة في الصورة، مش بتديله هو الباور والسلطة وخلاص، لا هي عايزة ملك زي ما قلنا تستمد منه قوتها. هي قوية اصلا، هي شخصية قوية، بس عايزة معاها راجل يكون يظهر معاها في الصورة. فهي كده كده موجودة وكده كده مثبتة نفسها في أمور حياتها تمام، وماسكة زمام الأمور وعاملة كنترول كويس قوي. فأنتي علشان تبقي في صورة الكوين دي اظهري أكتر في الصورة،
شاركي زوجك القرارات المهمه، ما تبقيش يعني ما تمسحيش شخصيتك قوي في البيت، خليكي ليكي راي وليكي وجود. تمام. تولي شويه زمام الامور في الحاجات اللي تعرفي تعمليها في البيت او في اداره شؤون الحياه عموما مع زوجك او مع شريكك. زودي شويه روح القياده عندك. تمام. الست دي قياديه جدا، فزودي عندك روح القياده والسيطره، حتى لو انت حاسه انك مش مرتاحه في الاول او مش متعوده على كده، بس اتعلمي ستيب باي ستيب حاجات بسيطه تولي مسؤوليتها في البيت، بعد كده تولي الاكبر. البسي لبس كلاسيك ولبس قريب من الرجال، اللبس اللي هو الملكي. هي كوين فهي بتحب تحس بنفسها كده دايما وقوتها وسلطتها، فبيبان جدا بينعكس على لبسها وعلى الستايل بتاعها. لبس كلاسيك ولبس رجال. زودي ثقتك بنفسك، زودي زي ما قلنا حسك بالمسؤوليه، اتعلمي تمسكي زمام حياتك كويس، اشتغلي على لغه جسدك وتصرفاتك ونبرة صوت. تمام. اتعلمي المهارات دي علشان دي مهارات مهمة جدا ككوين، فهي لازم تبقى كوين في حركتها، كوين في كلامها، كوين في نبرة صوتها، في البادي لانجوج بتاعتها. يعني افتكر كده الممثلة غادة عبد الرازق كل ما بتطلع تعمل حاجة او بتطلع في لقاء بلاقي الكومنتس كلها عندها كوين كوين كوين. فهي غادة عارفة تعمل كده كويس بالبادي لانجوج بتاعتها، قوية في البادي لانجوج بتاعتها، قوية في ردودها، قوية في كلامها، واثقة جدا في نفسها. فاقدر اقول على غادة عبد الرازق برضو ان هي من نمط الكوين، وان كانت دلوقتي منفصلة، يعني هي كرهت صنف الرجالة وخلاص وتخلت عن التاج بتاعها، بس هي ستيل كوين في شخصيتها. دول كانوا اول 3 انماط من ال7 انماط للشخصيات الانثوية اللي بتجسد الانوثه المقدسه. لو عايزين تشوفوا بارت 2 اعملوا سبسكرايب وشغلوا نوتيفيكيشنز عشان تعرفوا اول ما انزل فيديو جديد. بس كده مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.